السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا معايا كده اقول لكم اللي حصل لي النهارده. وشوفوا بقى يرضيكوا ولا ما يرضيكوش. النهارده كنا هناكل سمك زي ما احنا شايفين كده. عندي سمك حجمه كبير كده، جبت عليه سمك تاني. لولادي ما بيحبوهوش صينية، هو كله بلطي. بس هما ما بيحبوش طعم الكبير ده، فانا بقوم عاملاه صينية في الفرن، وجبت لهم سمك تاني وقلته لهم في الزيت. قعدت عملت وجهزت زي ما انتوا شايفين كده. البصل اهو قطعتها، ما ببشرهاش ولا بضربها في الكبة، عشان هي بحبها تبقى خشنة كده، ما تبقاش رفيعة قوي، عشان الخلطة دي احنا بناكلها مع السمك. وقطعت كمان مع البصلة كام قرن كده فلفل حامي، يعمل لي طعم حلو، وبيعمل سنة حموة كده في الأكلة، بتبقى طعمها حلو يعني، ما بيبقاش حامي اللي هو الحامي الجامد. برضو بقطع الفلفل كده طرنشات زي ما احنا شايفين. بيبقى عندي مثلا قرن فلفل احمر كده معاكي في التلاجة، حطيه بيدي لون حلو كده. هو في الاخر بيستوي وما بيبانش اي لون يعني، كله بيبقى محصل بعضه. جبنا كمان طماطمتين نقطعناهم نفس حجم كده البصل اللي قطعناه طرنشات كده رفيعة مش تخينة. وبنقطعها برضو ايه مكعبات صغيرة. بعد ما اقطعها كده بقوم مقطعها بالعرض كده. حطينا كده كله، الطماطم على على البصل على الفلفل وتوم. وبنحط بقى دلوقتي الملح، البهارات بتاعتنا، والكمون بنتوصى بيه شوية لان السمك بيحب الكمون. وكمان شوية كزبرة ناشفة، ومعلقة بابريكا تدي طعم حلو. هنقلب الخلطة دي كلها على بعضها زي ما احنا شايفين كده اهو. قلبي بايدك عادي عشان كل اللي انتي حطيتيه ده يتبل كويس. ونقطع الليمون لسه ندعكه تاني، وحطي الليمون في قلب الخلطة اللي انتي عاملاها دي. لما بيستوي مع السمك بيدي طعم حلو، بيعمل ريحة حلو. بعد كده بنحط شوية زيت حلوين، ما تكتريش في الزيت عشان تبقى الأكلة يعني شوية صحية حلوة. وشوية خل. نقلب ده كله ونجيب السمكة بتاعتنا، هي متقطعة كده. بتاع السمك هو اللي مقطعها لنا لأن السمك تخين قوي فبيبقى جامد عليا. وتتبليه كده جوه، تحطي الخلطة دي جواه وتحتيه. وبعد كده ناخدها نحطها في الفرن. بعد كده عملت السمك التاني، عملت له الخلطة بتاعته برضو، عبارة عن توم وليمون وملح وبابريكا وكزبرة ناشفة. التوم لازم تزوديه شوية عشان هو أساس التتبيلة. ممكن تحطي فلفل أخضر بس تضربيه بقى في الكبة عشان يبقى ناعم، بس أنا ما حطيتش. وشوية الكزبرة والبابريكا وشوية خل، وتعصري ليمونتين 3 حلوين يكون فيهم مية حلوة كده. ونتبل بيهم السمك كويس ونسيبه شوية لما ياكل في تتبيلته كده، يبقى كله متبل وطعم اللحمة بتاعته فيه التتبيلة والملح بتاعه. طبعا حطينا ملح ده اكيد. وادي الليمون اهو بنعصره، عصريه كويس، والتفل بتاع الليمون ده سيبيه ما تشيليهوش. السمك خلاص بعد ما تبلناه، السمك التاني حطيناه في الفرن. انا بحطه تحت على الصاجة ومعلية الفرن عشان يستوي. هو بيخر مية لوحده، التتبيلة اللي انت حطاها دي البصل والطماطم بيجيب مية وبيستوي منه لنفسه، مش محتاج اي سوائل تانية تحطيها غير اللي احنا حطيناه. كده تتبيلة السمك التاني اللي هيتقلي جهزت. بجيب السمك ده سمكة سمكة كده وبقطعها كده من الجناب لانه برضو حجمه كبير.
فلازم تقطعيه كده اولا عشان تحطي فيه التتبيلة، يوم اللحمة بتاعته يبقى فيها تتبيلة تبقى طعمها حلو، وكمان عشان يستوي بسرعة ما ياخدش معاكي سوا، ما يقعدش كتير على النار عقبال ما يستوي او يتحمر بسرعة وتبصي تلاقيه لسه ما استواش من جوه. في الفتحات دي اللي احنا عملناها بنحط فيها التتبيلة زي ما احنا شايفين كده اهو، واركين السمكة على جنب والسمكة اللي بعدها واللي بعدها، وبعد كده التتبيلة اللي فضلت بتدعكي بيها السمكة من بره بحيث تبقى اللحمة بتاعتها واكلة من التتبيلة. وهنسيبها برضو شوية كده ونتبلها في الدقيق ونقليها. بعد كده بنجيب حلة ونعمل شوية الرز بتاعنا اهو. الحلة نحط فيها شوية زيت ولا على النار، تو ما الزيت سخن هنحاول ننزل بالبصلة ضربها في الكبة بتاعتنا او بشرها بالمبشرة اللي متوفر عندك، مش محتاج يعني اي حاجة. او في ناس بتقطعه كده بالسكينة عكس عكاس كده وتبشره بايديها، على حسب اللي انت بتحبيه واللي انت متعودة عليه. بس كده اسهل يعني. واحنا بنحب البصلة تبقى ناعمة شوية عشان ولادي ما بيحبوهاش قطع كبيرة كده. ولما البصلة تحمر ما تحرقيهاش، تتكرمل كده تبقى حمرة زي ما احنا شايفين كده، لونها ذهبي غامق كده، تحطي المية على طول. بعد ما نحط المية هنسيبها يعني تسخن تغلي كده، تخش تسخن عشان البصلة تستوي. نبدأ نحط التوابل بتاعتنا، نحط كمون، كزبرة، نحط بابريكا، نحط الملح بتاعنا، ويبقى كده ايه المية بتاعت الرز اتبلت تتبيلة تمام، بتبقى عاملة ريحة تحفة للرز وطعم الرز بيبقى هايل. بتجيب الرز اللي احنا غاسلينه ونقعينه وتحطيه، شوف المية بتاعته محمرة شوية ازاي من البابريكا طبعا، ونقلبها ونزود شوية مية لغاية ما تغطي الرز لو نقعاه مدة طويلة ما تحطيلوش كمية مية زيادة، يعني يا دوبك تستغطى كده وكفاية. مش لازم تزودي كوبايتين رز قدامهم كوبايتين مية، لا، يعني خليها كوبايتين الا ربع شوية عشان الرز ما يعجنش منك. واذا حسيتي ان انتي لما تيجي تقلبيه كده حسيتي ان هو ناشف قوي ومحتاج مية، بتزودي له شوية اقل من الربع، بس هو هنا هو مش محتاج. كده الرز خلص والسمك خلص والسمك التاني خلص، فاضل لنا السلطة. وطبعا السلطة ما جاتش، لا سلطة الطحينة ولا سلطة خضراء، لان بابانا نسي يجيب حاجة السلطة. شكرا.